ماما، أنا شامة ريحة فراخ مشوية. لا يا حبيبتي، دي ريحة أكل كوري بالصلصة الحارة. انتوا الاتنين جعانين، بس شكلها جارتنا الجديدة بتطبخ حاجة. لو كانت فراخ أنا هكسبك بالعروسة اللي في الحصالة. لو كانت أندومي هديكي كل الحلويات اللي عندي. طب ايه رأيكم يلا نعمل زي ما الجيران بيعملوا؟ إيه يا ماما؟ نديهم طبق حلويات ونشوف. هنا يا ماما جهزنا طبق البسكويت علشان نقدر جارتنا اللي تفعل حاجة غريبة. تمام قوي كده، روح ادوها طبق البسكويت ونشوف هتديكم ايه في ايديكم. أما انت يا ماما عليكي شوية أفكار غريبة خالص، بس إن شاء الله الخطة تنجح. يا ترى يا بيتي هتنجح الخطة؟ أيوة يا بامبي، انت عارفة اللي ماما خطتها ما بتنزلش الأرض. تمام، أنا دلوقتي هخبط على جارتنا. مين؟ افتحي يا بامبي، احنا جيران اللي قدام. اهلا وسهلا يا حبايبي، اتفضلوا. بصراحة كده احنا جايين نرحب بيكي وعايزين نعرف الأكلة اللي انت عاملاها. أصل الأكلة اللي انت بتعمليها دي قلبت البيت كله. أنا عملت أكلة بسيطة، شوربة خضار بالبهارات. ايه يعني مش أندومي؟ ولا فراخ. انتوا كنتوا فاكرينها فراخ أو أندومي؟ استنوا هجيب لكم طبق حلو. اتفضلي يا ماما، ده طبق الشوربة اللي عملته جيراننا. يعني لا فراخ ولا أندومي؟ لا للأسف، يعني مفيش عروسة ولا حلويات. الأكل بيتشارك والمحبة بتكبر.